حدثتنا مريم شديد في الجزء الأول عن طفولتها بالدار البيضاء في المغرب. واجهت صعوبات مادية كثيرة، لكن حبي للعلم وللعلوم كان أكبر من ذلك. إذن كان يكسر كل حاجز يقف أمامي وأمام هذا العلم. لم تكن عندي منحة، وكانت عائلتي عائلة فقيرة. تحدت الصعوبات وحصلت على دكتوراه بامتياز في علم الفلك بفرنسا، واختيرت في أول فريق دولي يسافر إلى تشيلي لإقامة أكبر تلسكوبات في العالم. وهنا في نيس جنوب فرنسا الأحلام تتجدد. قصة غير عادية لعالمة فلك عربية. علم الفلك هو من أقدم العلوم التي ارتبطت بتاريخ الإنسانية. فمنذ عصر الحجر كان الإنسان البدائي يهتم كثيرا بعلم الفلك، لأن كانت له هناك رابطة مع السماء، مع هذا النجوم التي تلمع. كان يحاول أن يفهم لماذا هذه النجوم. كان يريد أن يفهم كذلك حركة السماء والتغيرات، ما هو الليل، ما هو النهار، لماذا هناك اختلاف في الفصول. وعندما كانت تظهر مثلا المذنبات كان يعتقد بأنها غضب إلهي. وإذا رأينا مثلا علم الفلك عند العرب، لماذا اهتموا العرب بين القرن العاشر والرابع عشر بعلم الفلك؟ لأنهم كانوا بدو رحل، وكانوا يحتاجون إلى النجوم لتهديهم إلى الطريق الصحيح وغير ذلك. وكانت كذلك هناك أسباب دينية، مثلا لتحديد كما يجب القبلة، وتحديد الأوقات صلاة في اليوم، وكذلك ظهور الهلال في شهر رمضان. نوجد في هذا المكان لأنه له علاقة بعلم الفلك. العرب قد قاموا بهذه الطاولة الأسطرلاب وحددوا اتجاه القبلة لهذا المسجد، لكن مع الوقت قد أكدوا بأن هذا الاتجاه كان كله خطأ. لم تكن هناك دقة وتحديد جيد في هذا الاتجاه. عند ذلك قد كسروا كل شيء. وفي القرن الثاني عشر جاء يوسف بن تاشفين وبنى هذا المسجد الجميل الذي نسميه مسجد الكتبية بمدينة مراكش. وبكل تأكيد وبالطبع قد أكد ودقق في اتجاه القبلة. قاموا العرب بتطوير جميع المنجوزات اليونانية ودخلوا عليها كثيرا من العلوم الرياضيات كالجبر مثلا، ودخل كثير من المعادلات الرياضية في قوانين علم الفلك اليونانية. إذن نلاحظ أن علم الفلك له علاقة جيدة مع الإنسان. وها نحن الآن في عصر البحث، تطور فيه كثير البحث العلمي، وأرى أن علم الفلك قد ساهم كثيرا في تطور البحث العلمي، لأن بواسطته الإنسان قد جدد الآلات. وهناك كذلك إنه جميل الإنسان أن يعرف من هو، أين هو،
ما هو كوكب الأرض؟ ما هي المجموعة الشمسية؟ أين نحن؟ ما هي المجرات؟ ما هو العالم؟ ما هو الكون؟ هل أفهم من ذلك أن في ذهنك خارطة السماء عندما تشاهدين أي نجم تعرفين هذا اسمه كذا، بقربه كذا، يقع ضمن برج هذا وهكذا؟ ليس كل النجوم، لأن هناك ملايير النجوم في الكون، والنجوم التي نعرفها يعني لها لمعان قوي. يمكن أن أقول لك نعم، هناك برج الميزان، هناك لاليغ وغير ذلك، لكن هناك نجوم لا يمكننا أن نراها. أهم اكتشاف مؤخرا هو كوكب يمكن أن يشبه كوكبنا الأرض، وهدفنا هو الإجابة على السؤال الأزلي: هل هناك حياة خارج النظام الشمسي؟ وإن كان هناك حياة، فهل هي بمستوى الذكاء الذي يمكننا أن ندخل معه في عملية تواصل؟ هل نحن قريبون من الإجابة على هذه التساؤلات؟ سأقول أننا في أقل من عقدين سنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة. تزوجت مريم شديد عام 2001 من زميلها الدكتور جون فيرنان بعد أن أعلن إسلامه، وأنجبت طفلين، ليلى وتيكو. عندما تعرفت بجون قلت لابد أن أرسم حقائبي في مكان وأكون عائلة، لأني كنت أحب كثيرا الأطفال وأريد أن تكون لدي عائلة. وجئت إلى نيس وتزوجت بجون وأنجبت ليلى وتيكو. اسم تيكو على إني جد مولوعة بالعالم الفلكي تيكو براهي، الذي كان عالم القرن 17، والذي بواسطة أبحاثه وأعماله المدققة في مراقبة النجوم في علم الفلك عرف علم الفلك تطور بفضل هذا العالم الفلكي تيكو براهي. لذلك قررت أن أعطي اسم تيكو لابني تيكو الثاني. نعم. وكيف توازنين بين الزوج والأطفال والعمل العلمي؟ في الحقيقة إنها قضية ليست بسهلة. الموازنة دائما صعبة جدا. أريد أن أقول هناك لدي حب لعلم الفلك وحب لعائلتي ولأطفالي. إن الأولاد والعائلة تؤثر بعض الشيء في هذه الاكتشافات العلمية، لكن ليس بشيء سلبي. أنا أرى دائما الأشياء كجزء إيجابي. عندما مثلا أقوم أذهب إلى هذه الاكتشافات وأتغيب شهر أو من يساعدك في رعاية الأبناء؟